في ابحاث علميه كتيره اثبتت ان في اكلات معينه ممكن تقلل الاصابه بمرض السرطان بانواع مختلفه، وامراض تانية زي السكر وامراض القلب وهشاشه العظام. والابحاث دي لسه مستمره لغايه دلوقتي، ونتيجتها بتختلف من شخص للتاني. واول حاجه هوصيك بيها انك تزود من كميه الخضروات والفاكهه في الاكل بتاعك، عشان دي بتمنع انواع معينه من السرطان انها تحصل لك لا قدر الله، زي سرطان الرئه والفم والمريء والمعده. وتاني حاجه عايزك تزودها في الاكل نسبه الكالسيوم وفيتامين د، علشان دول بيقللوا من الإصابة بسرطان المستقيم والقولون. وفي المتوسط الواحد فينا محتاج 1000 مللي جرام كالسيوم في اليوم، فمثلا قطعة الجبنة القريش فيها حوالي 138 مللي جرام كالسيوم، أو مثلا كوباية اللبن خالي الدسم أو قطعة الجبنة شيدر فيها حوالي 300 مللي جرام كالسيوم. ولو أنت مش هتقدر تعتمد بشكل كامل على الأكل، ممكن تاخد حبوب أو أقراص كمكمل غذائي من الكالسيوم. وأهم حاجة برضو لازم تركز على فيتامين د، عشان هو اللي بيساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم. ومصادر فيتامين د 3 حاجات. اول مصدر فيهم هو الشمس، فحاول تعرض نفسك للشمس كل يوم حوالي 10 دقائق او ربع ساعه. وتاني مصدر هو صفار البيض. وتالت مصدر ممكن تاخده لوحده كمكمل غذائي. وفي حاجه مهمه اسمها فايتوكيميكالز، ودي مهمه ليك علشان بتقلل برضو من الاصابه بمرض السرطان وامراض القلب، ومفيده لصحه المخ. ودي موجوده في المصادر النباتيه، موجوده مثلا في القرنبيط والجزر والبروكلي والطماطم والشوفان. فحاول تزود من كميه الحاجات دي وهتبقى مفيده ليك بشكل كبير ان شاء الله. وعلشان تتجنب انواع السرطان المختلفه وباقي الامراض، المفروض اكلك كله يبقى صحي ومتوازن. يعني ما ينفعش تاكل حاجه صحيه واحده بس وتفضل ماشي عليها. فاكلك المفروض يبقى فيه حوالي 50% كربوهيدرات و30% بروتين و20% دهون صحيه. والدهون الصحيه دي باكد عليها في كل فيديو، موجوده في زيت الزيتون وزبده الفول السوداني والمكسرات والافوكادو. فلما تخلي الدايت بتاعك متوازن هتتجنب السمنه، ولما تتجنب السمنه هتتجنب الامراض اللي ممكن تحصل لك منها، زي امراض الضغط والسكر والقلب. واخر حاجه انصحك بيها انك تقلل من السكريات عموما زي الحلويات والبسكوتات، وبرضه تقلل من الاكل المعلب والفاست فود. مش بقولك تمنعها خالص، ولكن حاول تقللها على قد ما تقدر. يبقى ملخص الحلقه انك تزود من الخضروات والفاكهه والاكل اللي بيحتوي على الكالسيوم وفيتامين د، وتتجنب السكريات والاكل المعلب والزياده في الوزن. وفي الاخر برضه كل حاجه بايد ربنا، بس لازم تاخد بالاسباب وتاكل اكل صحي متكامل، وان شاء الله صحتك هتبقى زي الفل. انا كده خلصت الحلقه، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو لسه في اي حد عنده اي استفسار او عايز نتكلم الحلقه الجايه عن موضوع معين، يكتب في الكومنتات تحت وانا هرد على كل الناس ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. كان معكم دكتور محمود العطار من فيت باي ساينس. شكرا لكم.